أمة إذا أعطانا الله سجدنا، وإذا منعنا حمدنا، وما النصر إلا من عند الله. أيها السادة والسيدات، أيها العرب، أيها الأفارقة، أيها المنسيون في غياهب العالم الثالث، نعلمكم أن طائرة الخطوط المغربية حطت الرحال الآن في سجلات تاريخ كرة القدم العالمية، فأطلقوا العنان لأفراحكم ومسيراتكم، ما زال للحلم بقية. جيبوا البرازيل الأصلية لعلكم تفلحون، لأن برازيل أوروبا ظنت في المغرب سويسرا، والمغاربة لم يقفوا يوما على الحياد أمام أفراح الشعب. ليست كل الأسود أسود، أسود الأطلس ترفض الترويض، تروض المستحيل وتنصب السيرك للبرتغال. خروج حزين للأسطورة رونالدو من كأس العالم أمام منتخب يكتب قصة أسطورية عنوانها أول منتخب عربي في التاريخ يصل إلى نصف نهائي المونديال. لأول مرة على الإطلاق منتخب عربي وإفريقي في نصف نهائي كأس العالم. آفاق جديدة للطموح والحلم المغربي العربي تفتتح الربيع العربي الكروي. هذا الإنجاز يجب أن يكون نقطة تحول فاصلة في التاريخ، جملة وجب على كل صغير وكبير أن يحفظها عن ظهر قلب، وهي أن المغاربة أبكوا دي بروين وبوسكيتش وختموها بالضون. كل مآسي العالم للأيام القادمة سببها أبناء وليد الركراكي، إلا نحن العرب والأفارقة والأمازيغ فأسعد القوم بما يفعله الأسود. عندما يتعجب صاحب الرقم القياسي في الارتقاءات بالرأس أمام من حطم رقمه أمام أنظاره، فذلك هو العرفان بعينه. النصير طار بأجنحة خفية وضرب البرتغال بالأول أمام نظرات قائدهم صاحب الصنعاء، وردة فعل كريستيانو تكفي لكي يدرك الجميع بأن الأسود لم يأتوا للمشاركة وفقط. لا تأمل للعرب مهما كان اسمك وحجمك، والدليل بكاء كريستيانو رونالدو، بل دخل في نوبة هستيرية من البكاء. اللقطات بعد نهاية اللقاء بإقصاء أسود الأطلس لبرازيل أوروبا أظهرت أحد أفراد الأمن يصطحب رونالدو إلى غرف تبديل الملابس وهو يبكي بشدة على خروج منتخب بلاده من البطولة، والتي يبدو أنها ستكون آخر بطولة كأس عالم له في مسيرته الكبيرة. غونزالو راموس أو بديل كريستيانو دخل التاريخ في مباراة واحدة أمام سويسرا بتسجيله هاتريك، فأخرجه المغاربة من التاريخ في 90 دقيقة وأعادوا قيمته السوقية التي أصبحت تساوي 130 مليون يورو إلى ما كانت عليه في السابق. 5 مباريات في المونديال والمغاربة لم يستقبلوا سوى هدفا واحدا سجلوه بمرماهم. هذا الكم الكبير من الكلينشيت ليس وليد الصدفة، بل هو وليد الركراكي. On his head, they've done it. They lead by 2. And a header to match. Azmoun just gave the defence one problem too many. So it's now 2 without reply. Yeah, we've seen it before that 1-0 can be a fragile scoreline, but now that they have that extra cushion, 2 should be enough.